السلام عليكم. ربي يسعد لي صباحكم ومساكم وكل اوقاتكم يا رب. طمنوني عنكم ان شاء الله يا رب تكونوا بخير وصحة وعافية. رجعت لكم فيديو جديد ان شاء الله يا رب ينال اعجابكم وتحبوه. وخلونا نصلي على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. وبداية الفيديو ما تنسوني من اللايك وكومنت حلو مثلكم، خلي لي قلبكم. تعوا ما في حدا يرزوني. دير بالك على اختك ها. ياي هلا انا بدي ابعت ولادي يشتروا اكلات، عم بتوحموا. نسيب أكلات. ايه تمام، بتديروا بالكم على حالكم ها. إيه لا خلي يلبس بابو جمالي. انا هي اول مره ببعتهم الصراحه على البيم، يعني ما ببعتهم ابدا، يعني جوزي ما بريد وانا ما بريد. نسيب. لا خليهم بايد اختك. لا اختك اكبر روحي. طلع بتدير بالك، بتمسك ايد اختك غزوله، بتمسكي ايد اخوكي، فهماني؟ وما بتحكوا مع حدا. اذا حدا بقول لكم تعوا ركضوا لعندي بسرعه، وما بتتاخري وبتحكي مع حدا، بتمسكي له ايده ولا توقعوا. مش كمان ياي الله اولادي، لانه ما عنا اكلات وعم بتوحموا. رايحين تجيبوا اكلات. غزول على البيت ها مباشر، ولا تتاخري. طلع اديتك انا 135 كني، اي 135. طلع على الاسعار تمام. يلا روحوا جيبوا اللي بدكم اياه. في لون أزرق. شو لون؟ لا لا لون أزرق. شو لون ازرق؟ ما في لون ازرق. قلبوش لك يا شوكولا؟ بالشوكولا. إيه. بالشوكولا تمام. جيبوا كلياتكم الكم عصير. الليلة يا كلي السبلان. لكلي خلص اختك غزوله بتعرف، بدي روحي تيسري. يا اخي بده يبوس اخته عسوله، ورجيني. تروحي معه؟ تروحي معه؟ لا انت ضل عندي. ديروا بالكم على حالكم ها. يلا ما تتاخري وما تحكي مع حدا، ميسره. اذا برد تعا ادخل لجوا. يلا باي، الله معك. روحي بحفظ الرحمن. غزوله ما تحكي مع حدا وعلى البيت مباشر. سريع سريع. نحن نستناهن هون؟ لا ما فينا نستناهن هون. نسكر الباب وندعي لهم يجوا بالسلامه. يلا يلا نسكر الباب. باي ماما، الله معك. باي. طلعوا نحن بنقفل. هي العادة مو بس عندي، حتى عند ولادي. طلعي. ليش بتقفلي الباب؟ ايش بدخل اذا ما قفلنا الباب؟ حلامي. حلامي. إيه. طلعي اقرأي لي حديث الرسول عليه الصلاة والسلام. يلا الرسول صلى الله عليه وسلم. علي صوتك. الرسول صلى الله عليه وسلم. ايه إياكم كسب. ايه أنا كسب يحتاج نفس. أنا فصولة يحتاج نار. ابوس عيونك، انا ابوس عيونك. صدق رسول الله. خليلي عيونك. طلعي. انت ليش ما عم تحفظي قرآن؟ انا ما عم بحفظك سور، ليش ما عم تحفظيهم؟ ليش هيك؟ ليكي انت شد عمرك؟ 66 عمرها بنتي يا جماعة. بس عيونك محلك. شلون عمرك 66؟ أني ما تعرف. شلون عمرك 66؟ هيك. طلع علي. طلع علي. مو عم بحكي معي؟ سكرت امك عيب. انت شلون عمرك 66؟ انت عمرك 3 سنين. لا 66. يا جماعة قال عمرها 66. شلون عمرك 66 سنة؟ يعني انت اكبر من نانا ها؟ انت اكبر من نانا. تحبيها للنانا؟ إيه. تحكي مع النانا؟ إيه. ايه انت معناتها اكبر من نانا. نو. شلون نو؟ نو. والله بدك تجيبي لي الجلطة ها. انت عمرك 3 سنين. الله يحميكي ويحرسك. وقفي حيلو حيلو، وقفي عمري. طلعي انت عمرك 3 سنين. لا 66. هاي عنا حجة الكبيرة. وايش حافظاني كمان؟ حافظاني سورة عمة؟ إيه. نو. مو حافظان سورة عمة؟ لا. مالك حافظان سورة عمة؟ إيه. طيب ده خلص، انا قلبي صار يغلي على الاولاد. يا رب دخيلك تجيبهم بالسلامة يا رب.
هي اول مره بتهور وببعدهم هيك من كتر ما نقوا وحكوا، وبالذات عسل، مع انه عسل اكلة كرواساني ها. يا ويلي لسه عم بس صلن تقريبا 5 دقايق، ها الأربعة. كني بدي انزل انا هلا البس وانزل على البيت. تأخرتوا؟ نعم. بيتاعوا. لا ما تأخرتوا للصراحة، بس أنا عم بقول تأخرتوا، بس قلبي صار يغلي، عم بستناكم على الباب. تعالوا شوفوا إيش اشتروا ولادي. شوفوا إيش اشتروا لأطفالي. وبسكويتي. ما جبتي لها حليب لعسولة؟ اي ها والله مالي شايفته يا ماما. يلا دي تعوا. بتعرفي لحظة شوي جيبي صينية وأمدلكم المدة وكلوهم. يلا. مثل ما شفتوا الأولاد أول مرة بنزلهم للصراحة يعني، فكان أبيض شلون نسيهم من الأكلات ما بعرف يعني هن مالهم متعودين، وشفتوا الأولاد بحبوا هيك ياكلوا أكلات طيبة، فنزلتهم وصدقا كان يعني قلبي بكفي. بس الحمد لله رب العالمين وعدت على خير. وشفتوا لي محادثتي أنا وعسولة، خليلي روح أنا عم تحفظ أحاديث. ايه والله الله هيك يرضى عليها يا رب. وهلأ هون أنا بس صورت لكم هي الممسحة، ممسحة الشبابيك، لأنه في كتير صبايا كتبوا لي إنه صوري لنا إياها، وأنا للأمانة يعني بعتذر إنه أحيانا بنسى أو بلتهي بشي، فهلأ هيك عم بصور لكم إياها. اشتريتها من محل أدوات منزلية، الصراحة كتير كتير كويسة، بالذات للي عنده فوبيا شبابيك مثلي. أنا عندي فوبيا مرتفعات وشبابيك. بس بنفس الوقت ما فيني يعني إنه أتركهم بدون مسح وهيك. فهي بتتعلى وبتصير انه يعني بتصير قصيرة وبتصير طويلة، عرفتوا شلون؟ وفيها مثل ليفة، وفيها مثل بتشيل المي كلها. فانا هون هيك قمت اعمل لي تعزيلة كويسة، هيك حوسة نظيفة لغرفة النوم. شلت البرادي، شلت الحرام، السجاد كله على الغسيل. طبعا سويت هيك يعني حوسة على الخفيف. وهلأ هون هيك بلشت اركب البرداي. ايه وهيك يعني حوسي هيك والله العظيم، واحد وقت هيك بيحوس بينظف بحس براحة نفسية. هلا بدي اتشكركم كتير قبل ما انسى على تعليقاتكم الحلوة بالفيديو السابق، عن جد يعني من كل قلبي بتشكركم كتير. التعليقات سرتني وهيك يعني الله يجبر بخاطركم، جبرتوا بخاطري فيها، لانه فعلا كانت نفسيتي مدمرة. مثل ما بتعرفوا قلت لكم ابيضا لسه ما لحد الان طبعا ما لاقى شغل. هو شفته صار مو في بركة راس السنة وهيك، فشوي الوضع صعب. حسبي الله ونعم الوكيل. ان شاء الله هيك يا رب يلاقي عن قريب. وانتو كمان ادعوا له، لا تنسوني من دعواتكم الحلوة، خليلي قلبكم. بس مشان ما نطلع عن سياق الفيديو يعني، هلا هون انا بدي اعمل حبوب. فهيك قلت شوي اصور لكم. طبعا من بعد ما سلقت الحنطة وطحنتها على الميكسر شوي، حطيتها مع الحليب وخليتهم هيك يغلوا تسبكوا، وحطيت السكر وحطيت هي المسكة. هلا بالنسبة للمسكة كمان هون بيسألوني انه ايش قد بتحطي مثلا. هلا انا هون عاملة 3 كيلو حليب، حطيتها كلها الظرف كامل، ما بيأثر لانه هي مو بس مسكة، هي مي انه خام، لا هي فيها نشا وفيها سكر وفيها فانيلا. فما بتأثر يعني الطعمة. ولحتى اذا عملت 5 كيلو حليب كمان بحطها كلها يعني ما بيصير. هلا هون عم بحاول انه هيك افرطها كلها، لانه لازم كنت ادوبها بحليب يعني او بمي ما بيأثر. فهيك هلا هون عم بخلطهم كتير منيح. وبنرجع لحديثنا. هلا انتوا اغلب الصبايا كتبوا لي انه ليش ما بينزل زوجك، وانه مثل كتير صبايا يعني انه مثلا عفوا انا بنزل وزوجي بيضل يعني بتركيا وببعت لي وبأسس انا بسوريا وهيك. الصراحة كتير صعب يعني. هلا شوفوا لو الواحد مثلا
في يعني إمكانية، مثلا إمكانية يشتري بيت أو واحد يعني تتزبط، إنه مثلا بنزل أنا زوجي بضل هون ببعتلي، شفتوا فرق العملة يعني، بصير إنه عندي مجال أنا أضبط البيت. بس وقت اللي بكون يعني من الأساس ما في، فهون الصعوبة. وعن جد حالي مثل حال كتير سوريين، الله هيك يجبر خاطرنا ويجبر مصابنا وهيك يا رب يعني ننزل، بدها تتيسر نزلتنا يعني بإرادة رب العالمين، الله ييسر يعني نزلتنا جميع. فهو هذا الشيء الصعب يعني. وأكيد كل السوريين هلأ اللي هون بتركيا عم بيعانوا من هالقصة ومحتارين بأمرهم. فالله يفرج يا رب، تركينا نحن على رب العباد، وإن شاء الله رب العباد ما بينسانا. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله على كل حال. وبنفس الوقت انه انا صار فيني مو زوجي هيك وقف شغله، فانكربت انهميت لهيك هلا قايمة عم بعزل، عم بفش خلقي يعني عم بفش قهري. فبسرعة هيك بيقول لي ابيض انت بسرعة افكارك وين بتروح ايه سبحان الله يعني، كل واحد بفكر شي يعني. بس الحمد لله رب العالمين، رب العالمين ما بيقطع انسان، وان شاء الله يعني الله بهيئ له شغل، والحمد لله على كل حال. وانتو عن جد بتمنى منكم كمان هيك تساهموا برفع قناتي، عن جد يعني بكون ممنونتكم كتير انه هيك تشاركوا الفيديوهات مع رفقاتكم لتصل لعدد كبير من المشاهدة، بكون ممنونتكم كتير. وصدقا يعني ان شاء الله هيك تكون يعني مثل ما عم تجبروا بخاطري رب العالمين يجبر بخاطركم، ورب العالمين اعلم بالنوايا يعني. صدقا بدعي لكم من كل قلبي. صدقا الفيديو الماضي يعني فرحت من كل قلبي وارتاحت نفسيتي هيك على تعليقاتكم الحلوة ودعواتكم. وانتو كمان ان شاء الله ربي يجبر بخاطركم ويعطيكم اللي يرضيكم يا رب، ويفك ضيقتكم، وان شاء الله هيك يا رب يحميكم وييسر امركم لكل اللي عم بيشاهد الفيديو. فبكون ممنونة كتير كتير إلكم إذا هيك بترفعوا الفيديوهات وبتشاركوها مع رفقاتكم، وما تنسوني من لايكات وكومنتاتكم الحلوة يخلي لي قلبكم. وهلأ هون رجعت لكم للفيديو. هلأ هون بلشت باليالنجي أو محشي التركي، ما بعرف يعني هو قريب للمحشي التركي، عرفتوا شلون؟ ايه هلأ هون أنا تبلت الرز وبدي أجرب هذا الباذنجان. هلا أنا كنت كمان بدي أجيب فليفلة ميبسة بس ما لقيت، فلهيك بس جبت باذنجان. على فكرة كتير طيب يا إلهي هلا بحكي لكم إيش صار. هلا أنا هون بالعادة بساوي بس يلا بس ورق عنب تمام، بس قلت بدي أضيف الباذنجان والفليفلة الحمرة، أكيد كلكم عرفتوها. بس فليفلة ما لقيت، بس باذنجان قلت ما في مشكلة. هلا انا هون بتتبيلة الرز اكيد كله واضح عليكم، حطيت فليفلة حمراء وفليفلة خضراء وبصل. وعلى فكرة الكمية لازم تكون كمية الخضرة كتيرة. وحطيت كمان من التوابل نعناع يابس، وحطيت ملح وملح الليمون شوي صغيرة، وحطيت سماق، وحطيت فليفلة حمراء، وطبعا حطيت دبس فليفلة ودبس بندورة. وهون ما حطيت زيت زيتون، حطيت زيت نباتي تمام. وكمان تبلتهم كتير منيح، وبعدين بلشت بركة ألف. وعلى فكرة على يكون لف اليبرق مثل لف اليالنجي ما شاء الله ساعة كنت خلصت صدقا، ابدا ما طولت الحمد لله رب العالمين. وهلا هون مثل ما لكم شايفين الباذنجان كمان هون بتركيا بيكون تمه كبير. يلا شفتوا نحن بتركيا بسوريا بنصغر يعني، هن لا هون بيكبروهم، فحطيت وحده بقلب وحده مشان ما ينفش الرز ويعبي الدني. فهون كمان حطيت بس مي، وبعدين حطيت ملح وحمض يعني ركزته تركيز مو اكتر. وطبعا الباذنجان خلال ساعة استوى، اما الورق العنب تركته تقريبا ساعتين على الغاز، وحرفيا نزل نيفة يعني ما بقى يعني انه يتحمل. هلا هون انا ضفت حطيت للمرقة توم. هلا شوفوا هذا توم مدقوق ها، ما تحسبوا رز. حطيت توم، للصراحة اول مرة بحط توم، انا بالعادة لليالنجي ما بحط توم، بس طلع طيب والله طلع طيب كتير كتير.
هلا انا هون مستوى الباذنجان اول، فاكلت كفايتي من الباذنجان. جينا حطينا السفرة، قلت لهم للعيلة، قلت لهم انا من الريحة صدت معي، فابيزن هون كشفني قال لا انتي ما صدت معك من الريحة، ذاتا ما في ريحة، لانه انا من بعد ما استوى طلعته على البلكون مشان ياخد روح، وهيك عفته بميته مشان يبرد كمان بميته، هيك بيتنغنغ اكتر. فوالله انكشفت، شايفين ابيض انكشف السر بهالقناة. سببت لي احراج. بس جد يعني الحمد لله رب العالمين، الله يديمه نعمة يا رب، طلع كتير كتير طيب. هلا هو شبيه لليالانجي، هلا ممكن تضيفوا له باليالانجي بندورة بن، آه، للمحشي التركي والكردي كمان تقريبا نفس الشي يعني. المهم طيب، هون طبعا حطيت رمان مع دبس رمان خلطتهم مع بعضهم وحطيتهم فوق الجاطات، ويا سلام عن جد كتير كتير طيب. وطبعا سويت لبن، قلت ممكن يحبوه مع لبن ممكن لا، بس والله للصراحة يعني أنا حبيته مع لبن، ولحتى الأولاد تقبلوه مع لبن كتير كتير طيب مع عيران يعني. اف الحمد لله رب العالمين، الله يديم نعمة علينا يا رب. وهيك كان عشانه. طبعا الفيديو مصور على يومين، انا اول يوم عزلت وسويت الحبوب، وتاني نهار بلشت بالطبخة يعني. وهلا هون شوفوا هي المرقة ابدا ما لا دبس بندورة ولا دبس رمان، بس توم وملح وملح الليمون ومي عادية. ايه والله هيك حبيت افرجيكم اياها. طبعا بدي اضيفها للي بتزيد يعني مشان هيك تتنغنغ اكتر، مشان انه تاني نهار. وهون وصلنا لفقرة القهوة ولنهاية اليوم ولنهاية الفيديو. بتمنى إذا عجبكم الفيديو تشاركوه مع رفقاتكم، وما تنسوني من اللايك وكومنتاتكم الحلوة، وإذا أول مرة كمان عم تشاهدوني ما تنسوني من الاشتراك لحتى يصلكم كل شي جديد أنا بنزله. وبس، وبحبكم كتير، واستنوني بفيديو جديد، ولهون بقلكم سلامات بأمان الله.